عسلامة مسيو. عسلامة. قدم لنا روحك. بلال عيالي. مرحبا بك مسيو بلال، ايش تعمل في حياتك؟ والله ما نعمل في حد شيء، قاعد نجري على حقي. كنت نعيش لبرا، دهوروا لي، عملوا لي مشاكل، اموري مدهوره هنا في تونس. من جيت بعد وقت بردت الثوره في تونس، لقيت البلاد داخل بعضها وانا داخل بعضي شوي، تعبوني لبرا. قاعد نجري على حقي وكهو كبرت. تلخص لنا حكايتك فيسع فيسع، من بعد نبداو نحكيو في تفاصيل. باهي اوكي. نحكي حياتي ملي طلقت. انا قاعد نعيش في برشلونه، غادي كاري دار واحد، فما بنيه تعدت قدامي، ريتها ضحكت لي، عيطت لي، تعرفت عليها، قالت لي راني نخدم في بيرو سكرتاريه واحد، رنفتني اليوم غدوه. مشيت اليوم غدوه، هزتني البقعه ذي للبيرو اللي قالت عليه. كي دخلت ما لقيتش بيرو كيما قالت هي، لقيت زوز بنات اخرين معها ويخدموا في الدعاره ويخدموا بالانترنت. وفما باخينه في الانترنت اسمها اللوكو، الاسم نتاعها اللوكو. انت فقت بها وحدك؟ اي هي من بعد كي هزتني البقعه ذي فقت، قالت لي اجا تنفسر لك، قالت لي ترونكيل، قالت لي تنفسر لك. بصفتي انا عجبتني، تعلقت بها، فسرت لي، قالت لي راهو هكا وهكا وهكا، وفما واحد غصب عليها ودارهم في بالهمش اللي هي تخدم، وقالت لي عاوني وعجبتني ومنها وغادي. بصفتي انا وحدي غادي، معناتها عندي عام اللي طلقت، عجبتني، قلت خلينا نشوف، ريتها حزينه واحد. قعدت معها في الامور هذيك، ومن بعد هزتني لدارهم. كي عرفتني على دارهم نخزر معناتها في الحاله نتاع دارهم، عرفتني كاسيس انا وكومبانيرو، معناتها صديقها في نخدم معها في الريستورون في برشلونه، ودارهم بعيد على البقعه اللي تخدم فيها. يعد قعدنا كيكه، قلت لها ما يعجبنيش، قلت لها الخدمه نتاعك، قالت لي نو، قالت لي على قريب، قالت لي اقعد معايا على قريب تو نبعد على العالم هذايا ونعيشوا كيما نورمال. قلت لها اوكي. عاد بصيفه اوراقي انا قريب تموت، مشيت انا وياها لاجونس معناتها وين شانج تبديل الاوراق، قالوا لي راه اوراقك مازالوا فيهم 9 شهور، يا تعرس مره اخرى يا كونتراتو فيكس، معناتها كونتراتو فيخو. بصيفه البريود هذيك في اسبانيا وقتها ما كريز ما فماش كونتراتو فيخو، كي خارجين قالت لي ما بلال ما تخافش، قالت لي تو نعرس بيك ونعملوا الاوراق. طمنت انا، طمنتني. عاد بقينا فك الحاله هذيك مخبي على دارهم اش تخدم انت وقتها في علاقه عاطفيه معها؟ عاطفيه، هي في علاقه عاطفيه. شنو احساسك وهي تخدم في الخدمه هذيك؟ احساسي خايب برشا. خايب برشا، اما قابل على جال، قالت لي باش نعاونك وانا نحب نعاونها، خاطر غاضتني هي زاده. هي تخدم في خدمه ماشي عاجبتها ومتعلقه بالدروغ، وهي داخله في عالم مدمنه بالدروغ، وصارت لها برشا مشاكل في حياتها. غاضتني كمراه، ما حبيش نوجعها وما حبيش نخدم مخي معها، عشت معها بالصراحه، وانا وقتها في البلون نتاعي والله ورحمه بابا، وحكيت معها في الموضوع، في بالي معناتها باش تعاوني في الاوراق وباش بعدها العالم هذاك. تصور ما عندهاش خواتها اولاد، عندها خواتها بنات، والاسبانيول غادي والسود امريكان غاصبين عليها، يبيعوا في الغابره نتاعهم هما على ظهرها هي. وذي يلزموا يسمعوا بيه تونس وحقوق المراه نتاع العالم الكل، يلزمهم كونترولي، وحتى الحاكم داخل فيها هذه الحكايه، والحاكم في باله اللي هي تخدم في الدعاره في دار نورمالمون. معناتها الدعاره من اول الدنيا اكو معروف، معناتها كلوب اكو معروف حكوميا كيما في هولندا كيما في برشا بلدان، اما ذي في برشلونه تخدم في دار معناتها وكريتها هي، خاطر في اسبانيا ما يكروش استرانخير ودار. كيما مثلا الكا ذي جزيريه زاد داخلين فيها مشكلتي، الجزيريه اللي هما يحبوا يوسخونا سواء هنا ولا في اوروبا. نحن مش ناس الريق، وانا عشت 5 سنين في اسبانيا ما عنديش سرقه، وحتى المدام اللي عملت لي مشكل تعرفني انا. حسيرو تلعبت لي اللعبه، ومن بعد مشيت دارهم شكو بيا دار الطفله اللي انت معاها؟ دار الطفله اللي انا معها. ليش كيو بيك؟ شكو بيا قالوا لي انت مقلق لنا بنتنا وغاصب على بنتنا تخدم في الخدمه هذيا ودرا شنيا. وانا حكيت لهم وقت الحكايه، حكيت لهم الحكايه هذيا ما صدقونيش، وشدوني الحاكم، دخلوني خرجوني، من بعد لعبت لي اللعبه وروحوا بي لتونس مع المراه الثالثه الكاتالانه اللي عاونتني، اللي عرست كتبت معها صداق. الثالثه مش الثانيه؟ لا الثالثه من دارها، روحوا بيا اللي قال ما عندي حتى بروبليم. نهار مشكل ما عنديش، نهار حبس ما عنديش. احنا توا كنا نحكيو على الثانيه، في ساعه دخلنا في الثالثه. اي انا روحوا بيا من دار الثالثه، هي الثانيه اللي عملت لي مشكل، والسفاره نتاعنا في بالهم. انا نحكي في الموضوع تو مع كل احترامي، اللي هي قلت لي مدمنه معناها. مدمنه بالدروغ، والعصابه غاصبين عليها باش تخدم في الخدمه الدعاره هذه. والثالثه وقتاش تعرفت عليها؟ الثالثه اخر بريود في حياتي، وقتي بعد قادر الرجل في مشكلتي مع ذي، عرفت الثالثه وعشت معها صافا، وعندها اولادها ما عندي حتى مشكل، وتلعبت لي اللعبه وروحوا بيا. بعد قداش من زواجك بها؟ بعد من جوازي ب8 شهور هكاك، بعام.
خارج من دارها الصباح شدوني وروحوا بيا. والثانيه بعد ما شكاو بيك عائلتها شنو صار؟ الثانيه بعد ما شكاو بيك عائلتها شنو صار؟ شدوني، راني قلت لك حكيت لك الموضوع، دخلوني الحبس، خرجوني دخلوني خرجوني، صححت على اوراق باش نعرف على روحي مصحح، ومن بعد روحوا بيا. الفتره هذه الكل ما بين الاولى والثانيه والثالثه قداش؟ ما بيناتهم الكل، ما بين الاولى والثانيه والثالثه هذا ما بيناتهم الكل معناتها فما 5 سنين 6 سنين. الاولى قعدت معها عامين اللي في بالنا معناتها باش نعرسوا تعملي الاوراق، لعبت لي اللعبه، ومن بعد عرفت الثالثه الكاتالانه. الثانيه الساعه الاولى بعد الثانيه خرجت معها من هنا، طلقنا بالتراضي، وقت قبل باش تموت وراقي عرفت الثانيه، والثانيه هذه اللي لعبت لي اللعبه هي وراجل اختها الارجنتينو، لعبت لي اللعبه، ومن بعد الثالثه عاونتني، عرفتني انا ما نعرفش برشا حاجات، وصححت على اوراق باش نعرف على روحي شنو على شنو صححت، وعاونتني وعرسنا، وفي بالي باش نطريق لي الاوراق. وقت الثانيه خدمتي الخدمه ولعبوا لي اللعبه وروحوا بيا. معناها وقت انت خديت الثالثه ما زلت عندك مشاكل مع الثانيه. اي بعديك كيفاش بقيت تواجه في مشاكلك وانت في تونس؟ لا مشاكلك وفات سي بون. مازالت ما وفاتش انا، ومشاكلي وحقي باش ناخذوا، وحقوق المراه باش يظهروا 100% من غير لف ودوران. حقي باش ناخذوا، وباش ناخذوا بالسيف عليهم بالقانون ولا بلاش قانون ولا كيما يحب العالم. حقي راني باش ناخذوا، ومن بعد باش نثبتوا حقوق المراه اللي لاعبين معاها بالدروغ وبالواحد بالعصابات. فهمت كيما الشيء صاير في بلادنا، الشباب في الحوم الشعبيه هالكينوا بالمخدرات وبالحرابش وبالواحد. مع كل احتراماتي وحقي باش ناخذوا كاو. تجري على حقك ولا؟ نجري ومازلت نجري، وحتى الفينال معاهم، حتى لاخر درجه في حياتي، وباش ناخذ حقي. شنو طلباتك منهم؟ طلباتي حقي حقك من الثانيه بيان سور. من الثانيه ومن السيستم اللي قاعدين يخدموا بيا. تبعني هنا اش قاعد نقول، الاوراق اللي صححت عليهم. الاوراق اللي صححت عليهم والبروباغندا هذيا. مع كل احتراماتي ريتها البروباغندا هذيا، ريت الثوره مش ثوره، الغوره اللي صارت في تونس ما عندها حتى حكايه بالشيء هذايا، ما عندها حتى شيء بالامور هذيا. العبد لله انا كنت السبب، الفكره جت من عند العبد لله مني انا، لا من ثوره تونس ولا من غنوشي ولا من قريك. هذه اموري انا. نخلي لك كلمه الختام مسيو. كلمه الختام، تحيه تونس، قلتها بلاد كولتورا حضاره، وان شاء الله تونس تعدينا على خير ويرجعنا السيستم تاع قبل.